يا مساء الجمال عليكم جميعا، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو حابب تعرف الوحدة الخارجية بتاعتك بتاعة التكييف، حابب تفكها وتنقلها من مكان لمكان تاني، فهي ليها طريقة. الطريقة ديت بدايتها انك انت بتشغل جهاز التكييف بتاعك، وبعد ما بتشغله وتتأكد ان الوحدة الخارجية اشتغلت، بيبقى موجود معاك طقم فرنساوي، بيبقى موجود معاك بنسة وصليبة وألانكيه 5 و4 عشان تقدر انك انت تحجز شحنة الفريون. لما بتشغل الجهاز بتاعك بتيجي بره في حاجة اسمها محبس ألانكيه، بتقفل خط والخط التاني بتقفله واحدة واحدة. الخط اللي بتقفله الأولاني ده علشان الكبس كله يبقى في الكمبريسور من بره، وهو شغال بيعمل عملية طرد وسحب. السحب دي بيسحب كل اللي موجود في الوصلة والفانة، بيخزنه في قلب الكباس من بره. طبعا بتبقى مركب العداد، فبيبان معاك ان الضغط بينزل تدريجي للزيرو، فكده انت سحبت شحنة الفريون للوحدة اللي بره، فبتبقى قفلت الألانكيه اللي فوق واللي تحت. الألانكيهين قفلتهم جامد وتمام، وتقوم فاصل الجهاز خالص. بتقدر ساعتها ان انت تفك الصواميل بتاعتك وتفك الكهرباء بتاعتك وتشيل الوحده من مكانها تنزلها على الارض وتفك الكابولي، وبكده انت فكيت الوحده الخارجيه وسحبت الفريون بتاعها. بتقدر تسحبها من مكان، سواء هتركبها في نفس المكان او في مكان تاني. فانت عرفت ازاي تفك الوحده الخارجيه وعرفت ازاي تسحب الفريون بتاعها. لو عندك اي سؤال ولا اي حاجه ادخلي في كومنت وانا عليا الاتنين ليك. يلا نهاركم ابيض.